ثقت خديجة رضي الله عنها برسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغها من صدق حديثه وعظيم أماناته وكرم أخلاقه فاستأجرته لتجار لها وضاعفت له الأجر، وكانت رضي الله عنها امرأة عاقلة شريفة. فلما عاد صلى الله عليه وسلم وأخبرها غلامها عن حميد صفاته دعته عليه الصلاة والسلام وقالت له إني راغبة فيك لقرابتك مني وشرافك في قومك وأمانتك عندهم وحسن خلقك وصدق حديثك. ثم عرضت عليه نفسها، فلما تزاوجها كان مثال الزوج الصالح، وكان موضوع احترامها وتقديرها يدل على ذلك قولها له بعد نزول الوحي، وهي تهدئ روعه: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكيل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقها: أفضل نساء الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني عليها كثيرا أمام عائشة رضي الله عنها حتى أدركتها الغيرة، فالوفاق بينهما في المعيشة الزوجية كان بالغا حده، ولا شك أن هذا من حسن الخلق وصفاء السيرة. ولما أدركت عائشة رضي الله عنها الغيرة من حسن ثنائه صلى الله عليه وسلم على خديجة قالت: هل كانت إلا عجوزا فقد أبدلك الله خيرا منها. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اهتز مقدم شعره من الغضب، ثم قال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر الناس وصدقتني وكذبني الناس وواستني في مالها إذ حرمني الناس. قالت عائشة: فقلت في نفسي لا أذكرها بسيئة أبدا. فكان عليه السلام متحاليا في صغره وشبابه بخير الخلال وأجل الصفات بعيدا عن الشبهات. رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إثباتها من التوراة والإنجيل. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة ناسخا بشريعته الشرائع الماضية. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورة سبأ آية 28. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سورة الفرقان آية 1. وقد وردت البشارة به في التوراة والإنجيل والزبر، فجاء في قول يوحنا حكاية عن المسيح عليه السلام 14-15: ما يأتي إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الله فيعطيكم فار قالطا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه، وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم وفيكم. في كتاب ص 16-5. قال المسيح عليه السلام: وأما الآن فأنا ماضي إلى الذي أرسلني، وليس أحد منكم يسألني أين تمضي، لكن لأني قلت لكم هذا قد ملأ الحزن قلوبكم، لكني أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق
لا يأتيكم الفار قليط، لكن إن ذهبت أرسله إليكم، ومتى جاء ذلك يبكت العلم على خطيئته وعلى بر وعلى ديننا. أما على الخطيئة فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على بر فلأني ذاهب إلى ربي ولا تروني أيضا، وأما على ديننا فلأني رئيس هذا العالم. قد دينن لي أمورا كثيرة أيضا لا أقول لكم، ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. وأما متى جاء ذلك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه. قال المسيح عليه السلام: وأما متى جاء ذلك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. ذاك يمجدني لأنه لا يأخذ من مالي ويخبركم. إن هذه الترجمة رديئة في الأسلوب، ضعيف، والألفاظ مكررة تكريرا لا مسوغ له، والجملة مفككة خالية من الروح، ولذا لا يتأثر منها القارئ. وترجمة الفارقاليط أو البرقاليط بالعربية أحمد، كما قال تعالى في كتابه العزيز: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. سورة الصف آية 6. وقد سأل المرحوم الشيخ عبد الوهاب النجار الدكتور كارلو نيلينو المستشرق الإيطالي عن معنى كلمة باركليط، فقال إن معناها الذي له حمد كثير، وهذا يوافق أفعال التفضيل من حمد. وقد تصرف المترجمون في هذه اللفظة، فكانوا تارة ينقلونها عن اللغات الثلاثة الأصلية، وهي العبرانية والكلدانية واليونانية، بالمعزة أخرى بالملخص، أو يكتبونها البارقليط كما هي. ومن يقرأ هذه النصوص وينعم النظر في معناها ومرماها يجد أن عيسى عليه السلام بشر برسالات نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، فسماه فارقالطا آخر، يعني رسولا غيره تبقى شريعته إلى قيام الساعة، ولا يأتي بعده نبي ولا رسول. وقال إنه إن لم ينطلق لا يأتي الفرقاليط. وقد بكت النبي صلى الله عليه وسلم اليهود الذين أنكروا نبوة عيسى وأساءوا إليه وحرفوا دينه، وقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام الناس كافة إلى الحق، وكان لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به، أي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وثبت أنه أخبر بأمور آتية، وقد وقع ما أخبر به، ومجد عيسى عليه السلام. وتدل آيات القرآن الكريم على ما ورد في الإنجيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الفارقليط الذي أتى بعد عيسى عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتكلم من نفسه، بل كان ما يسمع يتكلم به، وأنه يرشد إلى الحق. قال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. سورة الأحقاف آية 9. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. سورة الشورى آية 52. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. سورة الجاثية آية 6. إذا كان الفرقليط لا يشير إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإلى من يشير إذن؟ وأين الذي جاء بعد عيسى عليه السلام؟
ومن هو الذي بكت العالم على خطيته؟ ومن هو روح الحق الذي لا يتكلم من نفسه إلخ؟ أليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وجاء في وصايا موسى الكليم عليه السلام كما في صاء 22 فاء 2 من التثنية ولفظه. قال جاء الرب من سيناء وأشرق من ساعر واستعلن من فران ومعه ألوف الأطهار في يمينه سن من نار. أحب الشعوب جميع الأطهار بيده، والذين يتقربون من رجله يقبلون من تعليمه، والذين يتقربون من رجله يقبلون من تعليمه. هذه الوصايا هي آخر وصايا موسى عليه السلام، وقد أخبر بعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام ووضح لهم أن الله جاء من سيناء يريد بمجيئته ظهور دينه وتوحيده بما أوحى إلى موسى بسيناء، وأوصاكم بواسطة باتباع التوراة ويستشرق عليكم بواسطة عيسى من ساعر وهي جبال فلسطين، فلم يبقى إلا أن يستعلن من جبال فاران، والمراد بها مكة وهي البلد التي سكنها إسماعيل. وألوف الأطهار هم الصحابة رضوان الله عليهم. في يمينه سن من نار، في يمينه سن من نار وهي الشريعة الإسلامية لأنها أحرقت المشركين. في يمينه سن من نار وهي الشريعة الإسلامية لأنها أحرقت المشركين.